لو انت ما شفتش الجزء اللي فات من حكاية كارون يبقى خش شوفها الاول. في الجزء اللي فات شفنا وصول ايسي مع صحابها لبيت جن لمساعدته على طرد الاشباح، وتكون ايسي ماشية في القرية علشان تفهمها وتعرف انهم كانوا بيقدموا قرابين منذ مئات السنين لاخماد ثوران البركان. تعرف ان هناك تعبان ضخم عايش في البركان، ولكن بيظهر عيلة غريبة ومجنونة ويبوظوا الخطة وبيهجموا عليهم، ولكن بيقعوا تحت البيت وبيقابلوا دودة عملاقة ومفروض هي التعبان ويستخبوا منها في احد البيوت، ولكن بتشعر ايسي وكارون بشعور غريب ويتجننوا وبيهجم كارون على جن. يا ترى اللي هيحصل، ولا يا ترى هيقدر جن يهرب من هذه الورطة، وماذا حل بكارون وايسي؟ وعشان ما اطولش عليكم اكتر ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك الجميل على الفيديو، وما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتعالوا بينا نكمل بالحكاية. بنشوف كارون بيهجم على جن وبيحاول جن يمنعه، لكن بيقف فجأة ويمسك بقه وكان بيفتحه اكتر ويمنعه جن. ده كان هيقتل نفسه ويحاول جن يمسكه ولكن بيضربه، ويمسك كارون المشرط وكان هيقطع نفسه ويمنعه جن. هو ايه اللي بيحصل هنا؟ لكن بتكون الدودة جاية عليهم ويمسكهم جن وبيهرب وتهجم عليهم، وبيحدف جن الكوباية بعيد وبتهجم عليها، وكده بتكون بتشعر بالصوت، ولكن هي بتشعر بصوت الاشياء المادية فقط. وكان كارون هيقتل نفسه ويمسكوا جن وبيقولوا لا تعترض طريقي انا عاوز اموت. ويتذكر جن في اليوم دوت اللي كان ابوه وامه شانقين نفسهم، وبيكون مصدوم من المنظر، لكن بيلحقهم في اخر لحظة يفك الحبل. كانت امه بتقول له ارجوك انا عاوز اموت، بس هم عاوزين يموتوا ليه؟ وبيلاقي ايسي ماسكة الازازة وتطعن نفسها، ولكن بتطعن العجوزة. ايه ده؟ هو في ايه؟ ده بيوجع. انت يا عم اربط الواد اللهبل دوت ويربطه جن، واربط العبيطه دي برضه ويربطها جن. هم بيعملوا كده ليه؟ بدول العجوزه دي موجات نفسيه بتطلقها الدوده علشان تخلي الناس تنتحر زي ما حصل مع عيلتك. ونشوف ايسي فعلت قوتها ومسكت الازازه وترميها عليها، كان بيدافع جن عنها ويصيب، ولكن بيشوف الدوده وبيلاقي اصحابه خلاص هيموتوا، وبيفكر شويه وبيجري بسرعه ويلحق ايسي ويمسكهم كلهم وبيهرب من البيت بسرعه، ويفضل الدوده تجري وراهم ويخرج من البيت. وبيلاقي العمق كبير جدا ولكن بيقع جن، وبيلاقيهم عاوزين ينتحروا ويمسكهم وطرد منهم الدوده، وكانت خلاص نهايتهم. لكن بتسأل روح البيت اللي كان بيفكر فيها جن وتنقذهم، لكن بتحذرهم العجوز وتقول لهم مفيش حد يبص في عينه، دي عين الشر دي هتخليكم تنتحروا. كده بتكون المواجهات مضاده لبعض، وبتكون الدوده ثابته في مكانها، ويتحول كارون بيهجم عليها بكل قوه ويقطع راسها، ولكن بيطير بعيد، لكن بتنمو الدوده تاني وبيهربوا منها، وبيجري جن ولكن تيجي الروح في وشه وينظر العين وينظر لذكريات شخص ما كان فيها اطفال بيلعبوا مع بعض، وكان في طفل محبوس في بيت وكان بينظر اليهم وكان بيرقص زيهم، ولكن الواد بيتعب. الواد ما كانش بياكل ولا بيشرب، ولكن بيتذكر الاطفال وهما بيرقصوا وبيبتسم. ولكن ياتي يوم ثوران البركان، وطبعا يجب ان تقدم الضحيه لاخماد هذه الثوران، والصدمه بيكون الطفل هو القربان، وبتكون نفس العيله المجنونه موجوده. كانت خلاص نهايه الولد ويتحرق. في هذا العالم لا يعمه السلام ولا الشفقه. الواد كان نفسه يلعب ولو مره واحده في حياته، ولكن بيصحى تاني وبيشوف عيله سعيده، لكن بعد قليل العيله دي بتموت، وبيقابل عيله تانية ولكن برضه بتنتحر، وبيقابل عيله تانية ولكن بيشوفوا الواد وبيقول لهم ان في شبح هنا، لكن مفيش حد بيصدقه، وبيحاول الواد يسعده وبيرقص زي الاطفال، لكن الواد ده بيطلق موجات غريبه، وبنشوف العيله انتحرت. بيبكي الواد بشده، ودي بتكون نفس الموجات التي تطلقها الدوده. تيجي عيله كايتو وكانت هتقدمه قربان، دي مجنونه وتدفن البيت كله مع الواد، وكان الواد بيحاول يساعده لكن لا حول ولا قوه. ده شبح في الاخر، انت روح مش هتقدر تنقذه. وكان بيبكي بشده وبيتذكر نفسه وبيقول انا مش هسامح حد فيهم، انا هقتلهم كلهم واندمج مع الواد. لما كانت هذه الروح وبيكون جن غاضب بشده ولكن بيستعيد وعيه، وكانت ايسي بتساعده يقول لها الروح مش شريره دي عاوزه مساعدتنا. ويجري جن بسرعه ناحيه القاع وتجري ايسي وراه، وبيوصل لمكانه وبيفتح الباب ويلاقيه بالفعل مات. ده كان مدفون هنا منذ مئات السنين. انت بتعمل ايه؟ ما تقربش منه انت هتموت. يقول لها ده زينا لكن عاوز السلام. لكن تطلق الدوده موجه قويه جدا، بيقع جن وايسي فجاه ويبدا المكان بالانهيار، وكانت ايسي هتهرب لكن بيكون جن فقد الوعي، وبيدخل وعي الواد وبيقول انا عاوز العب، وبيلعب معاه جن انا هلعب معاه قدر ما تشاء. ويبتسم الواد ولكن بتحصل حاجه غريبه ويستحوذ على جسمه، وتطلق الدوده صعقه تانية وتلاقيهم وكانوا خلاص هيموتوا، لكن بيهجم جن على الدوده ويديها رجل بيقطع راسها، وبتكون الروح استحوذت على جسم جن. حان وقت لقتل جميع البشر. وايه اللي حصل لك؟ لكن بيهجم على ايسي وتقول انت بتعمل ايه؟ فين حماسك الغبي؟ طريقه كلامك العجيبه، انت بتتكلمي مع مين؟ انا خلاص استحوذت
استحوذت على الجسم دوت، الجسم ده بقى بتاعي. ولكن بتهجم عليهم الدودة وبيفعل درع وبيستخدم قوة غريبة ويجمعهم في كورة ويطلقها ناحية الدودة وتأثر فيها ويفضل كل شوية يعمل كده فيها، وكانت هتموت ولكن تهرب منه. وايه اللي حصل له؟ طلع العجوز الجديدة كانت عندها حق، الواد ده فعلا بقى عبقري ونضج عن الأول وقوته جسدية كبيرة، لكن هو ما كانش كده لما كنا صغيرين. كل شخص ليه وقت صيحته، نادرا نرى الروح كهذه. ده انا يا ريتني استحوذت على الجسم دوت. الروح كانت طمعانة في جسمه، خلي بالك هو مش في صفنا. لكن بدون سابق انذار الروح بتهجم عليها وتصد الضربة، ولكن بيهجم عليها من الناحية التانية. ده سريع جدا وجاهز ضربته الأخيرة، لكن بيجي كارون في آخر لحظة ويصد الضربة. حان وقت القتال، ترى لا يحصل ولا يا ترى هيقدر كارون يهزم هذه الروح أم لا، أم سيودعه جن للأبد؟ ده هنعرفه في الحلقة القادمة. ما تنساش الاشتراك في القناة واللايك الجميل على الفيديو.